هلو على أحلى ناس. النهاردة هنجرب حاجة مختلفة شوية. هننزل أعماق الجبال ونفتح باب اتقفل عليه آلاف السنين علشان نواجه كائن أسطوري ضخم صحى من نومه مع غضب آلاف السنين، الترول العملاق اللي طلع من قلب الصخور وبيهدد كل حاجة حواليه. بس قبل ما نبدأ، لو بتحبوا المغامرات اللي فيها أساطير وسحر وأكشن، ياريت تعملوا للفيديو ده لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان توصلكم كل حكاياتنا أول بأول. تفاعلكم هو سر استمرارنا، وكل لايك وكل تعليق منكم بيشجعنا نكمل ونجيب لكم أحلى الملخصات. يلا بينا نبدأ. بيبدأ فيلمنا في منطقة جبلية في النرويج اسمها قمم جولي الجبل، وبنشوف بنت صغيرة اسمها نورا، وبتكون بتحاول تتسلق الجبل بتشجيع من أبوها، وأبوها ده اسمه توبياس، واللي وصل قبلها لقمة الجبل وبيشجعها هي كمان علشان توصل. وبتنجح نورا فعلا في تسلق الجبل وبتوصل أخيرا لأبوها، وبيقعدوا الاتنين على قمة الجبل وبيتفرجوا على قمم جولي الجبل. وفي الأثناء دي بيحكي لها توبياس أبوها سبب تسمية الجبل بالاسم ده، فبيقول لها إن من 1000 سنة فاتت كان الغيلان لسه عايشة في النرويج، لكنها انقرضت بعد مدة واتحجرت على شكل جبال واتسمت من ساعتها قمم غولي الجبل. لكن نورا ما بتكونش مصدقة أبوها، وبتقول له دي قصص كلها من الخيال وحاجات كده مش حقيقية. فبيطلب منها إن هي تبص للجبل اللي قدامها وتؤمن إن هي هتشوف الغيلان، فبتوافق. ولما بتبص بتتصدم لأنها بتحس إن الجبال دي اتحركت وخرجت منها حاجة بتشبه وش البني آدمين، لكنها بتقوله إنها برضو مش مصدقة وإن كل دي تخيلات مش حقيقية. ولكنه ما بيملش منها وبيفضل يحكي لها عن الغيلان، وبيكون واثق من كلامه جدا وكأنه شافهم بعينيه. ولكن نورا في الوقت ده بتكون أصغر من إن هي تستوعب أي حاجة هيقول لها عليها. وبعد مرور 20 سنة بنشوف نورا بعد ما كبرت، وبتكون نورا شغالة عالمة جيولوجيا على السواحل في النرويج، وبتكون شاطرة جدا في علوم الحفريات ومشهورة في كل حتة في النرويج. وده بعد ما قررت تعيش لوحدها بعيدة عن أبوها، لأن أبوها تصرفاته بقت غريبة. ده غير إنه دخل مصحة عقلية لفترة من الوقت، وهي بقت بتخاف من تصرفاته جدا. وفي الوقت ده بينادي عليها مدير الموقع، وبيكون اسمه سكورد، وبيقول لها سكورد إنهم هيرجعوا لبيوتهم مرة تانية لأن هم فشلوا في المهمة بتاعتهم وما قدروش يلاقوا أي حفريات. ده غير إن الفلوس اللي معاهم قربت تخلص، لكنها بتفاجئه وبتقوله إن هي لقت حفرية مدفونة تحت الأرض، وبكده هتكون المهمة بتاعتهم نجحت وما خسروش الفلوس اللي صرفوها. فبيقول لها سكورد إن هو وثق فيها من البداية، لأن هي الوحيدة اللي هتقدر تنجح في المهمة دي، لأن هي موهوبة جدا. وبيقول لها إن هو بيتمنى إن أبوها يكون جنبها في وقت زي ده، ولكنه بيتمنى إن هو يعوض مكان أبوها، لأن أبوها حالته العقلية سيئة جدا وتصرفاته غير مسؤولة، وده مخليه مصدر تهديد على بنته ومش قادر يشوفها أو حتى يتكلم معاها. والكلام ده من وقت وفاة أمها. ده غير إن خوفها منه اللي خلاها قررت تنفصل عن العيشة معاه. وفي الوقت ده بيكون في مجموعة عمال على قمة جول الجبل، فبيحفروا النفق ده علشان القطر يعدي منه. وأثناء ما هم بيحفروا النفق ده، في مجموعة من الناس بتعمل مظاهرة لأنهم عايزين يحافظوا على البيئة بتاعتهم، وشايفين إن كده الحكومة بتدمر البيئة. فبيطلبوا في المظاهرة بتاعتهم دي إن العمال يبطلوا حفر ويسيبوا الجبل في حاله، لكن العمال ما بيهتموش بيهم وبيكملوا شغلهم عادي، وبيحطوا ديناميت في كل مكان في الجبل علشان يحفروا النفق ده بشكل أسرع. وأول ما الديناميت بينضرب بتحصل هزة أرضية، وبيكونوا فاكرين إن ده زلزال، فبيطلعوا يجروا بسرعة، ولكنهم مش بيبقوا عارفين إنهم صحوا وحش أسطوري من النوم. لكن فجأة بيحصل انفجار في الجبل، وكأن في قنبلة نووية ضربت، واتنين من المتظاهرين بينجحوا إنهم يسجلوا كل اللي حصل ده فيديو، وبيوصل الموضوع لحكومة النرويج، فبيبعتوا بسرعة طياراتهم تصور لهم الموقع هناك عامل ازاي. ولما بتصور الطيارات كل اللي بيحصل ده، بيلاحظوا ان في علامات في الارض شبه اثار الاقدام، ولكنهم بيتجاهلوا ان دي اثار اقدام لكائن ضخم. فبيبعتوا لنورا مساعد رئيس الوزراء وبيكون اسمه اندراس عشان يطلب منها انها تساعدهم يكتشفوا اللي حصل. ولما بيوصل اندراس للموقع بتاع نورا، بيقول لها ان دي مهمة قومية. ده غير ان هو هيبقى اكتشاف العمر لو قدرت تثبت ان كل ده بسبب وحش اسطوري. فبتوافق طبعا نورا فورا ان هي تساعدهم، وبيتحركوا لمكتب رئيس الوزراء. ولما بتوصل نورا لمكتب رئيس الوزراء، بتحس ان هي مش فاهمة هي جاية ليه اصلا، ولا عارفة هي ايه القضية اللي هو قال لها عليها، لكنها بتقرر تتكلم معاه عشان تفهم كل حاجة.
فبتقول له نورا إن هي لو ما فهمتش هي جاية هنا تعمل إيه هتسيب المكان وتمشي، لكنه بيدخلها اجتماع مع القيادات في دولة النرويج وبيبدأوا يشرحوا لها إيه اللي حصل بالظبط. فبيقول لها الجنرال العسكري واللي اسمه لوندا إن في انفجار حصل في قمة غول الجبل، لكنهم شاكين إن اللي حصل ده بسبب زلزال. فبيقول عالم الجيولوجيا إن دي شوية هزات أرضية زي زلزال، لكن نورا بتحس إن في حاجة غلط وإن ده مش زلزال، ده غير إن شكل الآثار شبه آثار الأقدام بالظبط. فبدأت تقترح عليهم نورا إن السبب هو وحش أسطوري، لكنها مش قادرة تحدد نوعه لأن هو أكيد ضخم جدا عشان يسيب أثر أقدام زي دي. وفي الوقت ده بتدخل مساعدة من مساعدين رئيس الوزراء وبيكون اسمها سيجريد، وبتقول لهم سيجريد إن هي لقت فيديو لبنتين مصورين كل اللي حصل، وبتقول لهم إن هي نجحت في إنها تخترق الموبايل بتاعهم وتجيب الفيديو اللي هم صوروه. ولما بتشغل الفيديو بتنصدم نورا لأنها سمعت صوت غريب وكأنه صوت حيوان متوحش، فبتطلب منها إن هي تشغل الفيديو تاني. ولما بتشغل الفيديو تاني بتقدر تشوف شكل الكائن، ولكن مش قادرين برضو يحددوا هو ايه بالظبط. وبيكونوا كلهم في الوقت ده مصدومين من اللي هم شايفينه لأنهم ما كانوش يسمعوا عن الغيلان دي غير في القصص، لكنهم بيثقوا في نورا لأن توقعاتها طلعت صح، وطلع السبب في كل ده وحش أسطوري، ولكنهم لسه مش عارفين نوعه ايه. فبيقرروا انهم يخلوا نورا هي اللي تقوم بالعملية دي ويخلوا اندرياس يساعدها في ده. وفي الوقت ده في مدينة اسمها لاشا بيكون في 2 متجوزين قاعدين بيفطروا وبيسمعوا صوت نواح الكلب بتاعهم وكأنه بيحذرهم من حاجة، لكنهم ما بيهتموش بيه. وفجأة بيحسوا بهزة أرضية وكأنه زلزال في المدينة، فبينزلوا بسرعة يستخبوا في القبو بتاع بيتهم. ولما بيطلعوا من القبو بيكتشفوا ان البيت بتاعهم متدمر، لكنهم برضو مش عارفين ايه اللي عمل كده. فبيتصلوا بسرعة بالشرطة علشان تنقذهم، ولكن بعدها بيزورهم مجموعة من الجيش النرويجي وقائد المجموعة دي هو كريس. وفي نفس الوقت ده بيوصل الخبر لرئيسة الوزراء اللي اسمها بريت، فبتبعت نورا واندرياس بسرعة لمدينة لاشا علشان يشوفوا ايه اللي حصل. ولما بيوصلوا هناك بيقابلهم كريس وبيعرفهم بنفسه، وبعدها بيقول لهم انهم لقوا آثار أقدام ولكن حجمها كبير جدا وما شافوش زيها قبل كده، وده اللي مخلي كل الناس مستغربة لأنهم فقدوا أثر الأقدام بعد مسافة صغيرة من البيت، وكأن الشيء اللي ساب الآثار دي اختفى مرة واحدة. فبتقرر نورا في الوقت ده إن هي تشوف آثار الأقدام دي علشان تبدأ تدرسها. ولما بتروح علشان تشوفها بتكتشف إن الكائن ده ما عندهوش أي خلايا حية، وإن هو اتصنع من الحجارة أو من التراب، لأن ما فيش أي خلايا حية ظهرت في الأثر بتاعه، لكنها برضو مش قادرة تحدد نوعه. وفي الوقت ده بتشم نورا ريحة غريبة، وبتكون دي نفس الريحة اللي شمتها لما كانت بتزور قمة غول الجبل وهي صغيرة، ولكنها برضو مش قادرة تحدد ايه مصدرها. فبتقرر ان هي تزور ابوها لان هو الوحيد اللي هتلاقي عنده اجابات لكل الاسئلة دي. فبتروح نورا تزور ابوها في الجبل واللي بيكون حالته النفسية متدهورة جدا، وده اللي مخليه منعزل عن الناس من وقت ما خرج من المصحة ورفض يتعامل مع الناس تاني. وبتاخد معاها اندرياس وكريس، وفي طريقهم للجبل بتشك نورا ان الكائن صاحب آثار الأقدام دي ممكن يكون بيعمل تمويه علشان يشتتهم، لكنها مش هتتأكد غير لما تتكلم مع أبوها. ولما بتوصل المكان اللي عايش فيه أبوها في الجبل بتحاول إن هي تتكلم معاه، لكنه بيهددهم بالبندقية بتاعته لما بيشوف المسدس مع كريس، لكن نورا بتهديهم هما الاتنين وبتطلب من أبوها إن هي تتكلم معاه. فبيقول لها إن هو أكيد غول من الغيلان اللي كانت منتشرة في النرويج من 1000 سنة. فبتقوله إن دي كلها مجرد خيالات، وإن دي مجرد قصص خيالية كانت بتتحكي لهم وهم صغيرين. ولكن أبوها بيفضل مصر على موقفه، وبيقول لها إن هو فعلا غول وإن هو هيثبت لها كده، وبيديها كتاب صغير فيه معلومات كتير عن الغيلان. وبيقول لها إن هو في يوم من الأيام اكتشف فعلا إن الغيلان دي موجودة، وكان لهم قبائل وممالك وكانوا منتشرين جدا في النرويج من 1000 سنة، وإن هو حاول يبلغ الحكومة بالمعلومات اللي وصل لها بعد 20 سنة بحث، ولكن محدش صدقه ورموه في السجن لمدة 2 لأنهم فكروه مجنون. فبيتحركوا كلهم علشان يكملوا بحثهم عن الكائن ده، وهم في الطريق بيطلب توبياس منهم إنهم ينزلوا بالطيارة في مكان الجبال، وبيقول لبنته نورا إن التضاريس في المكان ده مختلفة عن اللي موجودة معاه في الخريطة. فبتستغرب هي كمان لأن هم مش فاهمين إيه اللي ممكن يغير شكل التضاريس دي بسرعة كده. وبيقول لها توبياس إن في صخور ما كانتش موجودة في المكان ده لكنها دلوقتي موجودة. وفي نفس الوقت ده بتشم نورا الريحة الغريبة اللي شمتها عند قمم غول الجبل، وعلى الرغم إنها خايفة لكنها بتتوقع إن الريحة
الريحة دي إشارة ليها علشان تقرب توصل للحقيقة. وفجأة بيحسوا بحركات غريبة حواليهم، ولما بتبص نورة على شمالها بتشوف الصخرة اللي كانت موجودة جنبها عين، فبتتخض من اللي شافته. وفجأة بتتحرك الصخرة دي وبتتأكد ساعتها إن ده غول الجبل زي ما قال توبياس أبوها، لكن هو متخفي في شكل صخرة. فبيجروا بسرعة من الطيارة علشان يهربوا قبل ما يقتلهم، وبيصوروا علشان يبعتوا الفيديو اللي صوروه لبريت. ولما بيوصل لها الفيديو بتنصدم لما بتشوف الغول، لأن ده بالنسبة لهم كائن أسطوري وما شافوهوش قبل كده ولا سمعوا عنه غير في القصص الخيالية. وفي الوقت ده بتقرر بريت إن هي تخلي الجيش يقضي على الغول ده. وبالنسبة لنورة شغلها معاهم خلص لحد هنا، وبتحاول تتكلم مع بريت علشان تقنعها إن هي تقوم بالمهمة دي، لأن هي اللي اكتشفت الغول وهي أحق واحدة بإن هي تقضي عليه، لأنها الوحيدة اللي عارفة معلومات عنه. لكن بريت بتقول لها إن مفيش وقت عشان يجربوا ويعملوا اختبارات زي ما هي عايزة، وإن الغول ده بيهدد الدولة كلها، وإنهم لازم يقضوا عليه في أسرع وقت قبل ما يقتل أي حد. وبتقول لها إنها كانت بتتمنى إن هي تكمل بحثها عن الغول، لكنها قررت تسيب الموضوع ده للجيش علشان يقضي عليه بأسرع وقت. وبتفقد نورة الأمل إن هي تقضي على الغول بنفسها، فبتضطر إن هي تسمع كلام بريت، لكن الفضول بيخليها تطلب من كريس إن هي تروح معاه. فبيوافق لأن هو بيكون بدأ يعجب بنورة. وبيروحوا كلهم لمدينة اسمها هايدل عشان يعترضوا طريق الغول ويقضوا عليه. وأول ما بيظهر الغول قدامهم بيضربوا عليه رصاص كتير لكنه ما بيتأثرش، وبيكمل ماشي عادي. فبيبدأوا يضربوا عليه من الدبابات لكنه برضه مش بيتأثر وكأنه هو مش بيتضرب، ولكنه في الوقت ده بيبدأ يتعصب وبيبدأ يهجم عليهم. فبيهربوا منه بسرعة وبيستخبوا ورا حجر علشان ما يشوفهمش، لكنه هو بيشم ريحة دم واحد منهم وبيشدوا من وسطهم وبياكلوا. فبيهربوا كلهم بسرعة قبل ما ياكلهم هم كمان. ولكن توبياس بيقرر ان هو يقف وبيحاول ان هو يسيطر على الغول العجيب. الغريب ان هو بينجح في ده، وبيبان على الغول ان هو كائن طيب وان هو ما كانش ناوي يأذي اي حد منهم، بس هو عايز يدافع عن نفسه لانهم بيهجموا عليه. فبيحاول توبياس ان هو يتكلم معاه علشان يفهم منه هو ظهر ازاي وازاي يرجع للحياة بعد كل السنين دي. ولكن في الوقت ده بتكون في دبابات واقفة على جنب الطريق وبتضرب تاني على الغول، فبيلف لها الغول علشان يدوس عليها. واثناء ما هو بيلف جسمه بيخبط توبياس وبيوقعه على الارض. بيبص لتوبياس بنظرة حزينة وكأنه بيتأسف له انه خبطه. وبتكون حالة توبياس في الوقت ده سيئة جدا بسبب الخبطة اللي اتخبطها، وبيبدأ يطلع في الروح وبيفضل يكرر كلمة واحدة بس وهي سيدنج. لكن بنته ما بتبقاش فاهمة هو بيقول ايه، وبتودعه نورة لآخر مرة. وبيموت توبياس، وبعد ما بيدفنوه بتسترجع نورة ذكرياتها معاه وبتفتكر كل المغامرات اللي عملوها في الجبال لما كانت هي صغيرة، وبتفتكر حكاياته ليها عن الجيلان. وبتبقى هي دي الحاجة الوحيدة اللي ساعدت نورة تتخطى موت أمها وقوت العلاقة بينها وبين أبوها في الوقت ده، لكنها اضطرت تبعد عنه لأن حالته العقلية ما كانتش كويسة، وده كان بيشكل خطر عليها. علشان كده قررت إنها تبعد عنه، ولكن في الحقيقة كانت بتتمنى إن هي تقضي بقية حياتها جنبه علشان بتحبه وعلشان تتعلم منه كل حاجة. في الوقت ده بتفتكر الكتاب اللي كان مع توبياس واللي كان بيتكلم عن الغول، فبتجيب الكتاب بسرعة علشان تقرأه. ولما بتقرأه بتكتشف إن الغول كان بيتضايق من صوت الأجراس، فبتجيلها فكرة تقضي بيها عليه وبتبلغ بريت بخطتها، لكنها بترفضها لأنها شايفة إن دي مجرد خيالات ومش هيقدروا يقضوا على الغول من خلال الأجراس. ولكن بعد محاولات كتير بتوافق، فبيعلقوا أجراس ضخمة في الطيارات الحربية وبيعترضوا طريق الغول علشان يقضوا عليه، وبيفضلوا يلفوا حواليه بالأجراس دي. وفعلا بينجحوا إنهم يضايقوه لأن هو بيتعصب من صوت الأجراس. ولكن لسوء حظهم بيكون الغول واقف عند حديقة عائلية، وده هيهدد حياة ناس كتير. فبيبدأ الغول يهاجم الطيارات ويرميها بعيد عنه، وأثناء ما هو بيرمي طيارة منهم بتقع على عيل صغير، ولكنه بيلحقها وبيمسكها قبل ما تقع عليه. وبيبان إن الغول فعلا طيب ومش عايز يأذي أي حد، وإلا كان ساب الطيارة تقع عليه. وبيبدأ يهاجم باقي الطيارات وبيقضي عليها ما عدا طيارة نورة. وبترجع نورة بعد كده لمقر الحكومة تاني، وبتطلب من بريت إن هي تديها فرصة كمان، لكنها بترفض وبتقول لها إن الجيش هو اللي هيقوم بالمهمة دي. وبتقول لها إن هم كانوا هيتسببوا في موت مجموعة كبيرة من الناس النهاردة، ولكنهم نجحوا في إن هم يهربوا قبل ما يقتل الغول الناس اللي كانت في الحديقة. وبتحذرها إن النهاردة ممكن يكون يوم سيء. فبتقرر نورة إن هي ترجع لشغلها الطبيعي وتنسى موضوع الغول ده خالص. وفي الوقت ده بتعمل بريت اجتماع مع القيادات في النرويج، وبيكون اندرياس معهم في الاجتماع، ولكنهم بيحرجوه لأن وظيفته أقل منهم وقاعد بيتكلم معهم في الاجتماع عادي. فبيقرر إن هو
هو يستقيل من وظيفته ويسيب المقر، وبيجري ورا نورا وبيقول لها إن هو مستعد يساعدها علشان تقضي على الغول. فبتوافق نورا وبتركب معاه العربية، وهما في الطريق بتقوله الكلمة اللي فضل توبياس يكررها قبل ما يموت. فبيقول لها إن ده اسم حارس القصر الملكي، فبتقوله يوديها هناك بسرعة علشان تعرف منه أبوها كان بيقول اسمه ليه. ولما بيوصلوا للقصر الملكي بيرفض الحارس يدخلهم، وبيهددهم إن هم لو ما رجعوش للعربية هيضرب عليهم رصاص. ولكن فجأة بيظهر من وراهم رجل عجوز وبيقدر يتعرف على نورا، وبيعرف إن هي بنت توبياس، وبيقول لها إن هو سندنج اللي أبوها كان بيتكلم عنه، وبيقول لها إن هو هيوريها سر من أسرار النرويج، وبياخدها معاه للقبو بتاع القصر، وبيوريها مقبرة كبيرة جدا لكائنات ضخمة من عيلة الغول، وبيقول لها إن دي كانت مملكة لواحد من ملوك الغيلان، ولما قضوا عليهم النرويج بنوا فوق المملكة بتاعتهم قصر الملك النرويجي. وده بيخلي يجي في بالها فكرة، وهي إن الغول بيدور على المقبرة دي علشان يعيش مع باقي أهله، وإنه حاسس بالوحدة وبيدور على باقي أهله. فبتقرر إن هي تساعد الغول يوصل للمقبرة بدل ما تقتله أو تكتشف طريقة تانية لقتله. وفي الوقت ده بيقول لها سندنجي إن أبوها كان عنده حق لما كان مقتنع بوجود الغيلان، لأن هو شاف المقبرة دي قبل كده، ولكن الحكومة كان لازم تخبي الموضوع ده علشان تحافظ على شكلها، وده خلاهم يحبسوا توبياس ويعذبوه علشان ما يحكيش أي حاجة من اللي شافها. فبتتضايق نورا جدا لما بتسمع الكلام ده، وبيصعب عليها أبوها جدا لأنه قابل صعوبات كبيرة في حياته، ولكنه دلوقتي ميت، وهي مش بتعرف تعتذر له عن بعدها عنه، ولكنها بتقرر تخليه فخور بيها. وبتلاحظ إن الجماجم دي بتتحرق من النور، فبتفتكر كلام أبوها ليها وهي صغيرة لما كان بيقول لها إن الغيلان بتتحرق من نور الشمس. فبتجيلها فكرة علشان تقضي على الغول، وبتتصل بكريس علشان تطلب منه إنه يساعدها في المهمة دي. فبيوافق كريس، وبتاخد نورا جمجمة من الجماجم اللي موجودة في المقبرة علشان تشد انتباه الغول ليها، وبتعترض طريق الغول. وفي نفس الوقت ده بتقرر بيرت إنهم يضربوا النووي على الغول علشان يقضوا عليه للأبد، ولكن سيجريج بتخترق النظام بتاعهم وبتعطله علشان تساعد نورا هي كمان. وفي الأثناء دي بيشوف الغول الجمجمة، فبيجري وراها علشان ياخدها، وبتفضل نورا ماشية في طريقها والغول بيجري وراها. فبتقع الجمجمة على الأرض وبياخدها الغول، وبيكتشف إن هي جمجمة واحد من عيلته، وبيتأثر جدا بده، وبيبان عليه إن هو حزين لأن هو الغول الوحيد اللي اتحول لجبل. وفي الوقت ده بقيت عيلته ماتت، ولكن الجمجمة بتقع منه على الأرض وبتنكسر، فبيصرخ صرخة حزن صوتها عالي جدا، وبيتعصب لأن الجمجمة اتكسرت، وبيقرر ان هو يهاجم نورا، وبيرمي عليها عربيات تاني علشان يوقفها لحد ما بيوصلوا لمكان كريس. وبتقول نورا لأندرياس ان هو ينط من العربية بسرعة، وفجأة بيشغل كريس إضاءة العربيات اللي هو مجمعها، وبتكون دي خطة نورا علشان تحرق الغول. وفي الوقت ده بيكتشف وزير الداخلية واللي اسمه فريد ان سيجريد هي اللي عطلت الصواريخ، فبيهددها انه يحبسها لما يخلصوا العملية، وبيطلب من الجنود ان هم يضربوا النووي على الغول. فبتضربه سيجريد في وشه لأنه أسلوبه مستفز، وإن هو كل همه يقتل الغول بأي شكل. وفي الوقت ده بيصعب على نورا الغول، وبتفكر إن هو كائن طيب، وإن هو حاول ينقذ أكتر من حد، علشان كده هي بتقرر إن هي مش هتقتله. فبتوقف كل الكشافات اللي كانت شغالة، وبتقول للغول يسيبهم ويرجع للجبل وهما مش هيأذوه، وبتقول له إن هو كائن طيب ووحيد، ولكنه لو فضل يتمشى في مدن البشر بالشكل ده هيقتلوه، عشان كده هو لازم يرجع للجبل مرة تانية، وساعتها مش هيعملوا له حاجة. فبيبان على الغول إن هو فاهم كلامها، وبيقرر يرجع تاني للجبل، ولكن الأوان في الوقت ده بيكون فات لأن الصبح بيكون طلع، وبتطلع الشمس فبتحرق الغول بسبب نورها، وبيتحول الغول مرة تانية لصخرة، ولكن المرة دي هيفضل صخرة لأن هو اتحرق ومات ومش هيقدر يرجع للحياة مرة تانية. وبتشوف نورا وهو بيتحول لصخرة، وبيصعب عليها لأن هو كائن طيب وما كانش ناوي يأذي أي حد، وبكده بيخلصوا من الغول للأبد. وبتنجح نورا أخيرا في مهمتها، وبسبب مساهمتها في إنقاذ النرويج بتقرر الحكومة إنهم يسموا الصخرة دي على اسم أبوها. وبتقرر هي في الوقت ده إن هي ترجع لحياتها الطبيعية وتطلع في المهمات بتاعتها مع الفريق بتاعها، على عكس أندرياس اللي هيبدأ حياة جديدة بعيدا عن السياسة خالص، وهيبدأ يألف روايات خاصة بيه زي ما كان بيحلم وهو صغير، وهترجع الحياة تاني أخيرا لطبيعتها في النرويج بعد كل اللي حصل. وبيخلص الفيلم، وما تنسوش تقولوا لي رأيكم في الفيلم ده في التعليقات، ويا ريت تقترحوا كمان علينا أسامي أفلام نلخصها، ولو عجبك فيلمنا اشترك عندنا، وسلام.